أهلا بيكي صديقتي العزيزة في حلقة جديدة من بودكاست مساحة لنفسك. مساحة صغيرة لكنها مليانة دفء. أهلا بيكي في المكان اللي مش مطلوب فيه مننا نكون مثاليين، مش مطلوب فيه نلبس أقنعة ولا نمثل القوة طول الوقت. هنا نقدر نكون نفسنا زي ما احنا بالظبط، بضعفنا وبقوتنا، بخوفنا وبحلمنا، بجسمنا وبكل التفاصيل اللي فينا. في كلمات بتعدي على حياتنا، مش بس بتدخل ودنا، بتدخل قلبنا كمان، بتوجع من غير ما تسيب أثر بيا، لكن بتفضل ساكنة جوانا. وواحدة من الكلمات دي لما حد يقولك انتي تخينة وشكلك مش حلو، يمكن اللي قالك كلمة نسيها بعد دقيقة، لكن انتي فضلتي سهرانة بتفكري، بتبص لنفسك في المراية وبتحس انك مش كفاية. النهاردة أنا معاكي عشان أقولك حاجة مهمة جدا. انتي مش محتاجة تكوني زي حد عشان تبقي جميلة. انتي جميلة زي ما انتي، جسمك مش عيب، ملامحك مش غلط، طريقتك مش محتاجة تتغير عشان ترضي أي حد. النهاردة مش هنسمح لأي كلمة تقلل من قيمتنا ولا من حبنا لنفسنا. عايزاكي تاخدي نفس عميق وتسمعي الحلقة دي بقلبك. صوتي هنا عشان يطبطب عليكي، مش عشان يغيرك، لكن عشان يفكرك إنك من البداية كنتي كفاية. لو في يوم وجعك تعليق أو نظرة أو همسة من حد، النهاردة هنحاول نفكك وجع الكلمة ونحوله لطاقة. هنفتكر سوا إن جمالنا مش بيتقاس بالميزان ولا بالكاميرا، بيتقاس بروحنا، بحبنا لنفسنا واللي بنحمله جوانا من نور. عارفة إن في لحظات معينة كلمة واحدة بتغير مزاجك كله، بتكسرك من جوه من غير حتى ما تبيني. يمكن تبقي ماشية واثقة من نفسك وضحكتك مالية وشك، وفجأة حد يرمي كلمة كأنها حجر صغير لكن بيعمل دواير كبيرة جواكي. جملة انتي تخينة، شكلك مش حلو، جملة بسيطة لكن وراها وجع كبير. المشكلة مش في شكل جسمك، المشكلة في المجتمع اللي حط شكل واحد بس للجمال وقالك لو مش كده تبقي أقل. والمشكلة كمان إننا ساعات من كتر ما نسمع الكلام ده بنبدأ نصدقه، بنبدأ نشوف نفسنا بعينيهم مش بعينينا إحنا. بس النهاردة مش هنكمل كده. النهاردة هنتكلم من قلبنا، هنفهم مع بعض إزاي الكلمة دي بتأثر فينا وإزاي نقدر نفكها من جوانا حتة حتة لحد ما تفقد قوتها. النهاردة هنفتكر إن شكلنا مش كل حكايتنا، وإن قيمتنا مش في مقاس هدومنا لكن فينا إحنا. لو الكلمة دي وجعتك قبل كده فاسمحيلي النهاردة أكون الصوت اللي بيطبطب على قلبك، الصوت اللي بيقولك انتي كفاية، جميلة، ليكي مكانك في الدنيا دي زي ما انتي. لما تسمعي كلمة زي انتي تخينة، أول إحساس ممكن بيجي جواكي هو الصدمة، كأنك اتعريتي قدام مراية مش بتاعتك، مراية حد تاني بيحكم وبيقارن وبيقلل منك وبيحسسك إنك مش كفاية. وده طبيعي، طبيعي إنك تتأثري وطبيعي إنك تتوجعي. الناس ساعات بتتكلم من غير ما تفكر، بس الكلمة بتقع جواكي تقيلة جدا. الوجع النفسي من الكلمة دي مش بسيط، ممكن يخليكي تبعدي عن المراية وتخافي تلبسي اللي بتحبيه، وممكن يخليكي تفقدي ثقتك في نفسك شوية شوية وتصدقي الصورة اللي هم رسموها عنك مش صورتك الحقيقية. بس عارفة اللي أنا واثقة منه إن الكلمة دي مش أقوى منك. يمكن توجعك لحظة ويمكن تسيب علامة صغيرة، بس مش هتعرف تكسرك. جواكي
قوة أكبر بكتير من أي حكم خارجي. جواكي نور لو صدقتيه هيطفي أي صوت سلبي حواليكي. انتي مش أقل من أي حد، ولا شكلك بيحدد قيمتك، ولا جسمك بيقلل منك. العالم مش محتاج نسخة تانية من المقاييس المثالية. العالم محتاجك انتي، بروحك، بضحكتك، بحضورك، بكل تفاصيلك. وكل مرة حد يرمي كلمة تقلل منك، افتكري إنك أكبر من حكمهم، وإنك جميلة زي ما انتي، وإنك تملكي الحق إنك تحبي نفسك من غير ما تستني إذن من حد ولا حكم من حد على شخصيتك. وشعار حلقتنا النهاردة: انتي جميلة زي ما انتي. كالعادة اكتبهولي في التعليقات عشان أعرف إن انتوا لسه مكملين معايا الحلقة، وتعالوا نشوف مع بعض إزاي نتصرف لما نسمع الكلمة دي بخطوات عملية. عايزة أقولك هتخلي الكلمة دي بجد كلمة عابرة ما تأثرش فيكي أبدا. أول حاجة عايزاكي لما حد يقولك كلمة وجعتك، أول رد فعل طبيعي إنك هتتأثري، بس بدل ما الكلمة دي تفضل مسيطرة عليكي، تقدري ترجعي لنفسك وتختاري إزاي تتعاملي معاها. الفرق مش في الكلمة زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، الفرق في رد فعلك عليها. أول حاجة هتعمليها، افتكري إن الكلمة دي مش حقيقة. اللي بيتكلم عنك بيتكلم من نظرته هو، من مقاييسه هو للجمال، مش عن حقيقتك انتي مش مضطرة تصدقي أي كلمة خارجة من شخص مش شايفك بعيون حب. تاني حاجة هتعمليها، مفيش داعي تبرري شكلك أو جسمك لحد. لو حد قالك انتي تخينة مش لازم تردي أو تشرحي، سواء كان عندك مرض هو سبب التخن ده أو أي سبب تاني، إن كان وراثي أو أي عامل تاني. ابتسمي بهدوء، تجاهلي، لأن قيمتك مش محتاجة شرح. تالت حاجة هتعمليها، رجعي الكلمة لمكانها الصح. الكلمة تخصهم ما تخصكيش، وجهة نظرهم هم، مش وجهة نظرك انتي في نفسك. لو حد رمى حجر مش لازم تشيليه وتفضلي ماشية بيه، سيبيه يقع وكملي طريقك. عايزاكي تعملي حاجة مهمة جدا، ودي رابع خطوة أو رابع حاجة تعمليها لما تسمعي كلمة انتي تخينة. اسمعي صوتك الداخلي، قولي لنفسك بهدوء: أنا حلوة زي ما أنا. لو قلتيها كفاية، صوتك هيبقى أعلى من أي صوت حواليكي. احتوي نفسك. لو الكلمة وجعتك عادي إنك تبكي وتحسي إنك متضايقة، بس بعد اللحظة دي طبطبي على نفسك وارفعي راسك، لأنك تستحق الاحترام. لما تحبي نفسك وتحترميها وتحطي حدود، اللي حواليك هيحترموكي وهيقدروكي بغض النظر هما شايفينك ازاي. لو كل مرة حد حاول يقلل منك، ردي بالسكوت القوي والثقة الهادية، وابني جواكي درع من حبك لنفسك. درع مش بيمنع الوجع، لكن بيمنع يكسرك. انتي أقوى من كلمة، وأكبر من مظهر، وأجمل من كل مقاييس الدنيا. وعشان نحول الكلمة دي لطاقة ونتجنب الأذى النفسي للكلمة دي، عايزة أعرفك حاجة مهمة قوي، وهي إنك تحبي نفسك زي ما انتي. ولو عملتي كده، ده مش معناه إنك شايفة نفسك من غير عيوب، لكن معناه إنك بتقبلي نفسك بكل تفاصيلك، بالمميزات وبالعيوب وبالحاجات اللي لسه بتتعلمي تحبيها فيكي. الناس بتقول كتير، والمجتمع بيحط مقاييس، والمقاييس دي بتتغير مع الزمن، لكن انتي جمالك الحقيقي عمره ما هيتغير، لأن جمالك في روحك، في طريقتك، في ضحكتك، في حضورك
اللي محدش يقدر يقلده. لو عايزة توصلي لحب نفسك بجد، أول حاجة تعمليها بصي لنفسك بعين حنينة، مش بعين نقدة. بصي للمراية مش عشان تدوري على عيوب، بصي عشان تتعرفي على صاحبة المراية، على نفسك. قولي لها أنا شايفة جمالك حتى لو محدش شافه. فكري في كل حاجة جميلة فيكي، مش شرط تكون شكل، ممكن تكون ضحكتك من قلبك، بتسندي اللي حواليكي، بتسمعي لهم كويس، بتنجحي. كل دي تفاصيل بتخلي جمالك حقيقي. عايزاكي بعد كده تتصالحي مع جسمك. جسمك مش عدوك، جسمك ده بيحميكي، بيتعب، يستحق حبك، مش عشان شكله، عشان هو شريكك في رحلتك. رابع حاجة عايزاكي تعمليها عشان تتجنبي الأذى النفسي للكلمة، قولي لنفسك كلمات حلوة. زي ما الكلمة الجارحة بتوجع، الكلمة الحلوة بتشفي. كل يوم، حتى لو قلتي لنفسك بصوت هادي أنا بحب نفسي، أنا استحق الحب، أنا كفاية. وأهم حاجة، حبك لنفسك مش محتاج إذن من حد، مش محتاج إنك توصلي لوزن معين، ولا شكل معين، ولا حتى معيار معين. حبك لنفسك هو هديتك لنفسك. حبك لنفسك هو السند اللي هيفضل معاكي طول العمر. لو العالم كله قال إنك مش جميلة، كفاية إنك تقولي لنفسك أنا جميلة زي ما أنا. لو حد ضحك أو قارن أو انتقد، خليكي انتي النور اللي ما بينطفيش. عايزة أقولك مثال وأحكيلك حكاية عن شخصية حقيقية، شخص اتقال عليه كلام كتير وناس كتير سخرت منه، لكن التاريخ ما افتكروش عشان شكله، افتكروه عشان جوهره. الراجل ده كان اسمه وينستون تشرشل، اتولد سنة 1874 في بريطانيا. كان دايما مختلف عن الصورة المثالية اللي الناس حاطينها للرجل القوي. كان بدين، ملامحه تقيلة، وصوته غليظ شوية. الناس كانت بتسخر منه وتقال عليه تعليقات جارحة عن شكله وعن وزنه. لكن في وقت صعب جدا على العالم، في وقت الحرب العالمية التانية، لما كانت بريطانيا محاصرة والخوف مالي قلوب الناس، تشرشل وقف قدام شعبه بكل ثقة وقال بصوت مليان قوة المقولة الشهيرة ليه: لن نستسلم أبدا. وكان ساعتها رئيس وزراء بريطانيا. كان قائد مش بجسمه ولا بشكله، لكن بروحه اللي وقفت قدام الخوف، وبكلماته اللي رفعت بلد بحالها. كان بيقودهم بالأمل وبثباته وبقلبه. الناس نسيوا شكله، بس عمرهم ما نسيوا صوته ولا كلماته ولا حضوره اللي كان أقوى من أي مظهر. تخيلي، راجل كانوا بيتريقوا عليه عشان شكله بقى واحد من أعظم القادة في التاريخ، ورمز للشجاعة والصمود والإلهام. عشان كده لو حد قالك إنك مش جميلة أو شكلك مش حلو أو إنتي تخينة، افتكري تشرشل. افتكري إن الشكل مش بيحدد قيمتك. القوة مش في المراية، القوة جواكي. إنتي كمان تقدري تكوني نور، حتى لو حد حاول يطفيه. لو وصلتي معايا للنقطة دي من الحلقة، فاسمحيلي أقولك حاجة من قلبي: جمالك مش بيتقاس بكيلو ولا بعدسة كاميرا ولا بكلمة حد. جمالك الحقيقي فيكي انتي، في روحك، في قلبك، في ضحكتك، في طريقتك وانتي بتواجهي الدنيا. الناس هتتكلم والمقاييس هتتغير، لكن قيمتك ثابتة، جوهرك ثابت، ووجودك مهم. لو حد حاول يقلل منك، افتكري انك مش مسؤولة تشرحي له قيمتك، انتي بس مسؤولة انك تصدقيها. خلي صوتك الداخلي دايما أعلى من أصواتهم، خلي حبك لنفسك أقوى من نظراتهم، وخلي ثقتك بنفسك تسبق أي كلمة ممكن تجرحك.
انت مش شكل، انت حكاية ونور وروح بتسيب أثر حلو في قلوب اللي حواليكي. قبل ما أقفل الحلقة، خدي نفس عميق وافتكري انت كفاية، جميلة، قوية، ومفيش حد في الدنيا يملك إنه يقلل من قيمتك. شكرا ليكي إنك كنتي معايا في حلقة النهاردة في بودكاست مساحة لنفسك، المكان اللي دايما هيكون حضن دافي ليكي، يطبطب ويفكرك إنك تستحقي الحب من غير شروط. لو عجبتك حلقة النهاردة، ما تنسيش تشاركيها مع صحباتك أو أي حد محتاج إن هو يسمعها. وما تنسينيش بلايك حلو منك، واشتركي معايا في بودكاست مساحة لنفسك عشان دايما تلاقي مكان آمن ترجعي له. ومن دلوقتي للحلقة الجاية، خدي بالك من نفسك واديها مساحتها.